السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دايما يا حاج سامي مؤيد بفضل الله سبحانه وتعالى. بكون جايب خزان لزبون بقاله سنين، ببقى عارف بناء ايه، عارف بناء ايه من ايام البرميلي. فاكر خزان البرميلي؟ من ايام الخزان البرميلي. بالونتك فوق السطح ليه يا حاج سامي؟ بقالها كام سنة دي يا حاج سامي؟ واحد واقف بيعملها من زمان زمان. من يابا زمان بتاعك ده امبارح. زمان لما بتحب تعمل حاجة بفضل ربنا عز وجل قول لي اجيب ايه ومنين، اقول لك تجيب خزان محترم يعيش معاك ازاي. طيب تعمل خزان عند عميل تنسى الموضوع، تنسى الموضوع. ليه؟ بنلاقي خزان، خزان غذائي. ركز في كلمة غذائي. والله امبارح الخزان اللي عملت في فيديو عنه ده اقسم بالله ده خزان مجاري. والله ما ينفع الا المجاري. حطه كده في البيزمنت وحطه جواه غطسة بشوية سلك حوالين منها وشكرا. لكن ده مش بتاع ميه، مش غذائي يا جماعه. في خزانات غذائي وخزان مش غذائي. ركز في الكلام ده كويس. انا اتنبح قلبي من كلمه موتور غذائي وموتور مش غذائي. شنطه اكل غذائي وشنطه اكل تحط فيها لبن، شنطه سودا بتاعت الزباله. كل حاجه يا جماعه في حاجه اسمها غذائي وحاجه غير ما تصلح للغذائي. لا تصلح. زي المعلقه بتاعت بتوع الكشري بيجيبوا حاجات متدوره وزباله وتلاقي ريحه المعلقه اصلا زباله. ليه؟ بيروح يشتري ارخص معالق من اردى شركات، مش شركات اصلا، ده ورش تحت بير السلم بيلموا الزباله من الشوارع ويسيحوها ويحطوا عليها ماده تبيضها. وكل يا عم الحاج بمعلقه زباله ويرميها في الزباله. وامراض تجينا من بتوع الكشري المعفنين. في محترمين طبعا كتير، محترمين كتير، في محترمين كتير وفي معفنين كتير برضه. تروح تمسك المعلقه تلاقيها مريشه كده عليها رايش وريحتها معفنه. ليه؟ عشان صاحب المحل المعفن اللي ما عندوش ضمير بيروح يجيب معالق معفنه من ورشه معفنه من صاحبها المعفن، من اللي شغالين فيها المعفنين، عشان خاطر احنا ناكل احنا العفن ده. كذلك الامر، يلموا الزباله المعفنه والبلاستيك المعفن يعملوا خزانات معفنه زيهم. واشرب يا عم الحاج انت وهو ولا حد داري حاجه. واشرب يا عم الحاج ما مصديه من المواتير ولا حد داري. واشرب يا عم الحاج ما مصديه من البلالين ولا حد داري ولا حد عارف حاجه. لما نيجي نوعي الناس تلاقي بقى اولاد الادب والسفاله يشتموا على الصفحات. والله ما اسكت له ومحدش له دعوه بيا. مرد على الناس لو سمحتوا. محدش له علاقه بيا نهائي. اما ارد على الناس. محدش له علاقه بيا نهائي. انا عندي 60 سنه وما بحبش النصايح. ما بكرهش في حياتي قد النصايح. ما بحبش حد يديني نصايح. اللي ينصحني الوحيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس الوحيد اللي ينصحني. غير ده ما بقبلش منه اي نصيحه خالص. مش هقبل من حد اي نصيحه. هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس فقط لا غير، على دماغي من فوق ودماغ اهلي واللي جابوني كلهم. انما حد ينصحني زيه كده بشر زيه لا اعتقد ولا اعترف بنصيحته. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الغذاء اما تنقي حاجتك قول لي اجيب ايه اعمل ايه اقول لك تجيب منين. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.